ورجعنا تاني نتكلم عن الدور المصريه، ومعانا النهارده دار مصريه من الدور المتخصصه في صناعه العطور، وهي دار روائع. وبالفعل الدار دي قبل كده كانت بعتت لي بعض العطور واستخدمتها، ولكن ما كانتش بالجوده المطلوبه اللي انا شايف ان هي كانت تستحق ان انا اتكلم عنهم. وده مش معناه ان هم كانوا وحشين، بالعكس انا لما استخدمتهم وبعد فتره حسيت ان الاداء اتغير، ولكن برضو كان ليا بعض الكومنتات ان العطور محتاجه ان يكون تركيزها اعلى وجودتها تكون افضل. وبالفعل بعتوا لي عطور جديده وقالوا لي ان هم غيروا فعلا التركيبه العطريه وزودوا التركيز العطري بتاع الزيوت العطريه بتاعتهم، الجوده بقت افضل. عشان كده انا متحمس ان احنا نفتح العطور الجديده دي مع بعض ونشوف هل فعلا في فرق ولا لا. تعالوا بينا نبدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في فيديو جديد مع محمود النجدي. ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب منك يوم القيامه. وبرضه مش عايزين ننسى اخواننا في غزه وفي السودان، ربنا ان شاء الله ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير اجل، ويرفع عنا وعن الامه كلها الهم والغم والبلاء يا رب العالمين. تعالوا بينا نشوف العطور الجديده مع بعض. اول عطر معايا هو عطر اسمه رايق، وبصراحه متحمس جدا افتح هذا العطر لان اسمه بصراحه مميز جدا، وشكل العلبه بصراحه جميل جدا. وكان عندهم الباكج اللي قبل كده ما كانش وحش، ولكن زي ما قلت لكم العطور ما كانتش بالجوده المطلوبه. فتعالوا النهارده نشوف ايه العطور اللي معانا ونشوف التجربه بتاعتها عامله ايه. وعطر تاني اسمه اسد، وطبعا هم مسميينه على العطر اسد بتاع لطافه، وهم يعتبروا دور محاكاه وهم بيتكلموا عن الموضوع ده بمنتهى الوضوح، ولكن الاسعار بتاعتهم في المتناول جدا. برضه هسيب لكم اللينك بتاعهم تخشوا وتشوفوا ايه الاسعار بتاعتهم. بصراحه حاجه في منتهى الفخامه على الباكج والزجاجه وعلى الجوده اللي هم بيقولوا انها اتغيرت. وثالث عطر معانا هو عطر اسمه ادم، وانا قبل كده كانوا جابوا لي مجموعه ادم دي فيها ادم 1 و2 و3 لحد تقريبا 12، وكنت استخدمتها وفعلا العطور دي بعد فتره اصبح اداها افضل. فتعالوا بينا نفتح العطر. الاول معانا هو عطر رايق. بصراحه اختيار جميل جدا للاسم، بصراحه ما سمعتش ان في عطر اسمه كده قبل كده. الباكج بصراحه حلو جدا، مكتوب اسم رايق، ومن ورا البيانات بتاعه الدار مكتوب هنا احد اصدارات روائع صنع في مصر. بصراحه حاجه فخر جدا، وبصراحه فعلا الباكج ده جميل جدا، وشكل الزجاجه بصراحه انا شايف ان هي اكثر من رائعه. دي اجمل زجاجه شفتها من عندهم، يعني عندي عطور منهم قبل كده زي ما قلت لكم هوريها لكم دلوقتي، ولكن الزجاجه دي شكلها فخم جدا. تعالوا بينا نشوف ايه التجربه، هو فعلا حاجه جديده ولا شبه حاجه من العطور العالميه. تعالوا بينا نشوف كده مع بعض. بسم الله. لا اتومايزر جميل جدا. طبعا هو شبه حاجه نعرفها، يعني انا برضو هو فعلا شبه حاجه بس انا مش عارف افتكرها، بس هو شبه حاجه مميزه جدا او انا عارفها جدا. وفعلا التركيز العطري واضح ان هو اتغير، ولكن فيها سنه كحول برضو. شميت ريحه الكحول عملت كده زي ما يكون ايه لسعه كده في مناخيري، ولكن هي اخف من العطور اللي فاتت. انا فعلا محتار جدا، حاسس ان العطر ده انا عارفه كويس جدا، ولكن طار اسمه من على بالي خالص. ان شاء الله وانا بعمل مونتاج لهذه الحلقه ممكن احط اسمه على الشاشه، ولكن واضح فعلا ان هم غيروا الكواليتي بتاعت العطور بتاعتهم واهتموا جدا بالباكج. وبصراحه شكل الزجاجه جميل جدا، مكتوب 5 مللي عطر مركز، يعني هم كاتبين 5 مللي بيرفيوم، مش كاتبين بقى اودو برفان ولا برفان، مش كاتبين. بس هو اعتقد ان هو ايه التركيز اللي هو اعلى من الاودو تويلت. شكل العبوه عجبني جدا، ولكن برضو ان انا هجرب العطور دي بشكل مكثف، وممكن اكتب لكم بعد كده في الكومنتات او في وصف الفيديو ايه اخبار الاداء بتاع العطور دي، هل فعلا ثباتها وفوحانها اختلف ولا لا. ثاني عطر معانا هنفتحه. لا بصراحه شكل الباكج بتاع رايق ده جميل جدا، هو فعلا رايق وشكل الرسم عليه رايقه جدا. العطر اللي معانا الثاني هنفتح اول حاجه العطر اسد. يعني سيبنا من ادم ده دلوقتي لان انا عندي نسخه من العطر ده لان مكتوب عليه ادم 3، وانا جبت بالمناسبه العطر القديم. مش عارف بقى الزجاجه الداخليه هي ولا لا. تعالوا نشوف اسد ده هل هو فعلا يشبه اسد ولا لا. الباكج بصراحه متواضع، بس انا بحب الحاجات السيمبل دي، حاجه كده سيمبل وجميله. ده غيروا شكل الزجاجه الداخليه برضو. هي العطور بتاعتهم القديمه كانت شبه كده، الزجاجه بتاعتها كانت شبه ده، شكل تقليدي شويه وممكن مش اشك حاجه. لا العطور دي شكلها اشك بكتير جدا. انا شكل الازازه دي عاجبني جدا جدا، وحتى هم كاتبين يعني رسمين على الازازه اسم العطر اسد. تعال نشوف كده فعلا هو شبه عطر اسد ولا لا. بسم الله. هو شبه عطر اسد بشكل كبير جدا، ولكن بلمحه يمكن فروتيه شويه او لمحه مفتوحه شويه. عطر اسد ممكن يكون قاسي شويه، او يمكن عشان خاطر بقاله عندي فتره فانا حاسس فيه الاداء ده، ولكن هنا فعلا شبه عطر اسد. يعني هو فعلا اللمحه بتاعت عطر اسد من اللطافه هو فعلا هنا موجوده بشكل كبير جدا. انا اصلا عطر اسد مشابه لعطر سوفاج اليكسير، ولكن طبعا اختلاف كبير جدا ما بين سوفاج اليكسير واسد. هنا بالظبط زي اسد، ويمكن الفرق في السعر كبير جدا. انا بصراحه ما اعرفش العطور دي سعرها، اعتقد يتراوح ما بين ال 20 او ال 25 دولار. تعتبر سعرها في المتناول جدا على الباكج اللي انت بتاخده وعلى الاداء. اعتقد ان الاداء هيختلف كتير عن المره اللي فاتت. بصراحه عطور شكلها جميل جدا، عجبني جدا الاختيارات بتاعت الزجاجه، شكلها جميل جدا، حاجه كده رايقه جدا. يبقى كده معانا عطر رايق وعطر اسد. تعالوا بينا نشوف عطر ادم هل هم غيروا الزجاجه الداخليه بتاعتها ولا لا. اعتقد ان دي يعني ممكن تكون سيمبل اكتر.
لا انا اللي معايا ادم 1. لا ده هنا ادم 1 مش ادم 3. مش عارف بقى معايا 1 هنا ولا لا. معايا برضو 1 اعتقد. دي نفس الزجاجه، نفس الزجاجه القديمه. لا معيش هنا ادم 1. هنا ادم 1 بس تقريبا هنا العبوه اللي معايا هنا 50 مللي ودي العبوه ال 100 مللي. تعالى كده نشوف ادم 1 ده مشابه لعطر ايه. يمكن في ال 50 مللي شكلها الطف شويه. هي الازازه بصراحه مش وحشه بس يعني برضو انا ذوقي اكتر جه على الازازه الجديده. تعالوا كده نشوف العطر ده. بسم الله. ده رش على طول. وبالمناسبه الاتوميزر بتاعهم جميل جدا. العطر ده برضو انا عارفه بس سبحان الله يعني العطور كده بتطير من دماغ الواحد مجرد ما بيشمها بيبقى عارفها والاسم بيروح خالص. لا بصراحه هو عطر برضو شكله محاكي لعطر عالمي. برضو ان شاء الله في المونتاج هكتب اسمه على الشاشه عشان الناس تعرف هو رقم 1 ده مشابه لعطر ايه. بس بصراحه اتمنى ان العطور يكون فعلا الجوده بتاعتها واضح كده من التجربه المبدئيه اللي انا عملتها معاكم ان الجوده اختلفت فعلا. ان المره اللي فاتت كان ريحه الكحول هي الغالبه او الطاغيه على العطور ولكن بعد فتره العطور ادائها اتحسن. ولكن هنا لما رشيت العطور ادائها مختلف عن التجربه الاولانيه بتاعتي. ولكن برضو ان شاء الله هحاول اجربهم بطريقه مستفيضه وان شاء الله هكتب كل عطر فيهم لما استخدمته بعد فتره اداؤه عامل ازاي هكتب كده في الوصف. ولكن الدار دي فعلا دار متخصصه في صناعه العطور وعندهم على فكره بادي سبلاش وعندهم حاجات كتيره جدا متنوعه. فيا ريت تخشوا على الموقع بتاعهم تشوفوا وتتصفحوا وتشوفوا ايه المنتجات اللي عندهم والاسعار بصراحه جميله جدا. فبرضو انا حبيت اتكلم عن الدار دي لان فعلا اسعارها بالنسبه للجوده اللي هم بيقدموها على الباكج والزجاجه بصراحه شايف ان هو مناسب جدا. وفي اي حال من الاحوال هتبقى افضل بكتير جدا من عطور التركيب اللي ما انتش ضامن هم جايبين كحول ايه ولا الزيوت العطريه منين. ولكن هنا في الدار دي انا اتاكدت ان هم بيستخدموا ايثايل الكحول تركيز 96 اللي هو يعتبر بيستخدم في جميع العطور العالميه. واعتقد ان هم بيجيبوا زيوت عطريه من شركات عالميه فرنسيه واوروبيه. وبكده اكون قلت نبذه بسيطه عن دار روائع المصريه. اتمنى الحلقه دي تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا بيها. يا ريت لو حد جرب حاجه من العطور بتاعتهم يكتب لنا في الكومنتات هل فعلا العطور عجبته ولا لا وهل ادائها من فوحان وثبات فعلا الاداء المرضي والجوده بتاعتها فعلا تستحق الشراء ولا لا. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات واستنوني ان شاء الله في حلقات جايه كتير هتكلم عن دور مصريه ثانيه. فيا ريت اللي ما اشتركش يشترك في القناه عشان يوصل كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.